السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي تلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية، مرحبا بكم في درس الحال وإعراب. هناخد النهاردة إن شاء الله درس الحال لما يكون الحال كلمة واحدة، سواء تدل على مفرد أو مثنى أو جمع تكسير أو جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم. طيب، تنبيه مهم جدا جدا، عشان أعرف الحال لازم يكون في جملة فعلية، والجملة الفعلية لا تحتوي لا على كان وأخواتها ولا إن وأخواتها. يعني الجملة دي ما ينفعش يكون فيها كان وأخواتها ولا إن وأخواتها، تكون جملة فعلية عادية. طيب، الحال إعرابه إزاي؟ يكون حال منصوب دائما، وركز معي جدا جدا. حال منصوب دائما، منصوب بالفتحة إذا كان مفرد أو جمع تكسير. ادي حاجتين. تاني، الحال بيكون منصوب بالفتحة لما يكون مفرد أو جمع تكسير. الحال ما يكون منصوب بالياء لما يكون مثنى أو جمع مذكر سالم. الحال بيكون منصوب بالكسرة لما يكون في حالة واحدة فقط، عندما يكون جمع مؤنث سالم. التنبيهات دي مهمة جدا. تاني، يقول الحال منصوب بالفتحة في حالتين، مفرد وجمع تكسير. بيكون منصوب بالياء في حالتين، مثنى وجمع مذكر سالم. بيكون منصوب بالكسرة في حالة واحدة، جمع مؤنث سالم. ونبدأ على بركة الله في التدريبات وفي الشرح. تعالوا كده نبدأ تعريف الحال الأول. ازاي اعرف الحال؟ اول شيء، الحال هو اسم نكرة. يعني ايه نكرة؟ يعني ما فيهاش الف لام، وده دائما منصوبة، وهو يبين هيئة الفاعل. يعني الفاعل لما عمل كده كان شكله ايه، كان حاله ايه، او هيئة المفعول به عند وقوع الفعل. زي ايه؟ جاء الطفل، ادي الطفل فاعل اهو، مسرورا، يبقى حاله ايه هو لما جاء عندنا؟ مسرورا، يبقى مسرورا حال منصوب بالفتحة. طيب، صاحب الحال فاعل ولا مفعول به؟ لا، هنا فاعل. وتركيزنا النهارده كله ايضا لما يكون صاحب الحال فاعل. يبقى هنا كلمة مسرورا حال تبين حال الطفل عند المجيء. دائما افكركم ان الحال دائما نكرة، وصاحب الحال معرفة. قد يكون معرف بالالف لام، وقد يكون معرف بالاضافة، وهنأتي اليها ان شاء الله. الحلقات اللي بعد كده ان شاء الله هنتكلم عن الحال الجملة وشبه ايه الجملة. طيب، يعرب الحال اذا كان مفرد او مثنى او جمع تكسير او جمع مذكر سالم او جمع مؤنث سالم، يبقى حال منصوبة. زي ما احنا قلنا علامة النصب بقسمها 3 اقسام: منصوب بالفتحة في حالتين، مفرد وجمع تكسير. منصوب بالياء في حالتين، مثنى وجمع مذكر سالم. منصوب بالكسرة في حالة واحدة فقط، لما يكون جمع مؤنث سالم. نبدأ على بركة الله. تعالوا نشوف أولا الحال المفرد، يعني كلمة واحدة، بس بشرط كل حلقتنا النهاردة على أن صاحب الحال يكون فاعل. شوف كده أول جملة: عاد التلميذ، يبقى التلميذ هنا فاعل. عاد ايه؟ شكله ايه؟ حاله ايه؟ مبتسما، يبقى مبتسما حال منصوب بالفتحة لأنه مفرد. طيب، تدفق الماء باردا، مين اللي تدفق؟ الماء، يبقى الحال هنا صاحب الحال هنا ايه؟ فاعل. طب حال الماء ايه؟ باردا، يبقى باردا حال منصوب بالفتحة. ظهر، من اللي ظهر؟ القمر، يبقى هنا صاحب الحال القمر، هو صاحب الحاجة دي. القمر هنا فاعل مرفوع بالضمة. مضيئا، يبقى حال منصوب بالفتحة. صافح الرجل واقفا، يعني الراجل لما سلم على الناس كان حاله ايه؟ واقفا، يبقى هنا صاحب الحال الرجل وهو معرف بألف لام. واقفا نكرة، شايفين؟ نكرة ما فيهاش ألف لام. جلس الطفل، ادي الطفل فاعل مرفوع بالضمة، ادي صاحب الحال. الطفل هو صاحب الحال. طب لما جلس كان حاله ايه؟ هادئا، يبقى هادئا حال منصوب بالفتحة. أشرقت الشمس، ادي الشمس اهي معرفة بالألف لام. ساطعة نكرة ما فيهاش ألف لام اهو، هي نكرة ما فيهاش ألف لام. ساطعة يبقى حال منصوب بالفتحة، يبقى لما أشرقت الشمس كان حالها ايه؟ ساطعة. كده خدنا كم جملة؟ حوالي
7 جمل على الحال لما تكون كلمة واحدة تدل على مفرد. ننتقل إلى هناخد الحال المثنى. برضو خلي بالك صاحب الحال لازم يكون فاعل. هذا هو عاد من اللي عاد الفلاحان، يبقى الفلاحان ده هي الفاعل. عاد من الحق حالهم ايه؟ متعبين، يبقى متعبين حال منصوب بالياء لأنه مثنى. خرج التوأمان مبتسمين، يبقى التوأمان لما خرجوا كان حالهم ايه؟ مبتسمين، يبقى مبتسمين حال منصوب بالياء لأنه مثنى. عادت الطالبتان مجتهدتين من الامتحان، يبقى مجتهدتين حال الطالبتان، يبقى الطالبتان ده فاعل. تاني بيركز على ان كل الشرايح دي الحال هيكون فيه صاحب الحال، صاحب الحال هيكون فاعل. عادت الطالبتان مجتهدتين او مجهدتين حال منصوب بالياء لانه مثنى. وقف الحارسان، ادي الحارسان فاعل، لما وقفوا كان حالهم ايه؟ منتبهين لحالهم، يبقى منتبهين حال منصوب بالياء لانه مثنى. ركبت المسافرتان، ادي الفاعل اهي، الفاعل هو صاحب الحال اهو. القطار مستعجلتين، يبقى كده مستعجلتين دي بينت هيئة الركوب او هيئة المسافرتان شكلهم ايه لما ركبوا القطار. سار العاملان في الطريق مبللين بالمطر، يبقى مبللين ده حالهم، حال منصوب بالياء. حضرت اللاعبتان الى التدريب، يبقى اللاعبتان لما حضروا الى التدريب كان حالهم ايه؟ متحمستين، يبقى متحمستين حال منصوب بالياء لانه مثنى. صعد العروسان الى المسرح، حالهم ايه لما صعدوا؟ مسرورين، يبقى مسرورين حال منصوب بالياء لانه مثنى. خلي بالك كل الحال اهو ما فيهوش الف لام، مش معرض بالالف لام، عشان كده بنسميه نكره. ننتقل الى ثالثا الحال جمع تكسير. برضو خلي بالك صاحب الحال هيكون فاعل. هبص كده، تناقشت الوفود نجباء في المؤتمر، يعني بذكاء، يبقى حالهم في المناقشة كانوا ايه؟ اقوياء ونجباء وشطار، يبقى نجباء ده حال منصوب بالفتحة لانه جمع تكسير. دخل الطلاب الى الفصل سعداء، يبقى سعداء حال منصوب بالفتحة لانه جمع تكسير. طيب، حضر العلماء الى المؤتمر حكماء، يبقى حكماء ده حال العلماء، حال العلماء حال منصوب بالفتحة. صار المصلحون في الطريق رحماء بالناس، يبقى هنا حال المصلحون ايه؟ رحماء، يبقى رحماء حال منصوب بالفتحة لأنه جمع تكسير، مفردها رحيم. حضر الزوار إلى البلدة كرماء، يبقى كرماء ده حال الزوار، والزوار اهو فاعل مرفوع بالضمة، يبقى صاحب الحال هنا فاعل. كرماء حال منصوب بالفتحة لأنه جمع تكسير. رجع القادة، ادي القادة فاعل اهي، الى وطنهم اوفياء، يبقى حالهم لما رجعوا كانوا ايه؟ اوفياء، يبقى اوفياء حال منصوب بالفتحة لانه جمع تكسير. عاد الجنود الى المعسكر اقوياء، يبقى اقوياء حال منصوب بالفتحة لانه جمع تكسير. حال مين؟ حال الجنود. تنافس اللاعبون فيما بينهم شرفاء، يبقى حال اللاعبون هم بيتنافسوا كان حالهم ايه؟ شرفاء، يبقى شرفاء حال منصوب بالفتحة لأنه جمع تكسير. ننتقل إلى رابعا الحال لما يكون جمع مذكر سالم. برضو تذكر ان صاحب الحال هنا فاعل اهو. صعد الجنود الى الطائرة منظمين، يبقى الجنود دول الفاعل، صاحب الحال حالهم كانوا ايه؟ منظمين، يبقى منظمين حال منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم. وقف اللاعبون في الملعب مستعدين، يبقى اللاعبون حالهم ايه لما كانوا واقفين في الملعب؟ مستعدين، يبقى مستعدين حال منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم. عاد الاصدقاء الى البيت
اهو الاصدقاء الفاعل اهي صاحب الحال، حالهم ايه؟ ضاحكين. يبقى ضاحكين حال منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم. رجع الحجاج من مكة او من مكة اسف مسرورين. يبقى مسرورين حال الحجاج، يبقى مسرورين حال منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم، هو ياء ونون في الاخر. وقف المعلمون منتبهين، يبقى حال المعلمون حالهم ايه؟ منتبهين. ركز مرة تانية، الحال اهو ما فيهوش الف لام نكرة يعني، وصاحب الحال المعلمون معرفة يعني اوله الف لام. طيب خرج الزوار شاكرين، يبقى الزوار ده حالهم ايه لما خرجوا؟ شاكرين، يبقى حال منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم. جلس الحضور صامتين اثناء الخطاب، يبقى صامتين حال منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم. عاد المسافرون، او المسافرون هم صاحب الحال، حالهم ايه؟ مشتاقين الى اهلهم، يبقى مشتاقين حال منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم. نأكد مرة تانية كل شرايحنا وكل حلقتنا النهاردة على ان الحال صاحب الحال بيكون فاعل، عشان هنعمل حلقة اخرى لما يكون صاحب الحال مفعول به. دي الحلقة اللي ان شاء الله بعد دي عطوه مباشرة. ننتقل الى خامسة، الحال عندما يكون جمع مؤنث سالم، ودول بقى ركزوا فيهم كويس خالص. بص كده، خرجت، مين اللي خرجت؟ الطالبات، ادي الفاعل، ادي صاحب الحال، حالهم ايه؟ مبتسمات، يبقى مبتسمات حال منصوب بالكسرة لانه جمع مؤنث سالم. ركضت التلميذات نشيطات، يبقى التلميذات لما ركضت يعني جرت كان حالهم ايه؟ نشيطات. مركزين؟ شوف كده الجملة اللي وراها، حضرت المعلمات، يبقى المعلمات ده صاحب الحال، لما حضروا للدرس كان حالهم ايه؟ منظمات، يبقى منظمات حال منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. طيب الجملة اللي وراها، جلست الفتيات مستعدات للامتحان، يبقى حال الفتيات لما جلست مستعدات، يبقى مستعدات حال منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. جاءت الزائرات، الزائرات لما جو أو حضروا كان حالهم ايه؟ فرحات بالمناسبة، يبقى فرحات ده حال منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. صارت الموظفات، يبقى مين اللي صارت؟ الموظفات، ده فاعل مرفوع بالضمة، ده صاحب الحال. طب حالهم ايه؟ منتبهات في الممر، يبقى منتبهات حال منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. كتبت الكاتبات، ادي صاحب الحال، حالهم لما يجي كان بيكتبوا بايه؟ مبدعات، يبقى مبدعات حال منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. كده احنا انتهينا من اعراب الحال الايه لما يكون كلمة واحدة سواء تدل على مفرد او مثنى او جمع مذكر سالم او جمع مؤنث سالم او جمع تكسير. اتمنى تسمعوا الحلقة بهدوء، ودايما بركز على النهارده حلقتنا كانت على ان صاحب الحال فاعل، وصاحب الحال هتلاقيه معرف سواء بالالف لام او معرف بالاضافة. وهندي برضو احنا هنعمل ان شاء الله حوالي 4 أو 5 حلقات عن الحال وكيفية اعرابه. انتظرونا في الحلقة القادمة عن الحال وعندما يكون صاحب الحال مفعولا به. أتمنى لكم التوفيق وتحياتي. كان معكم دكتور فراج مصطفى محمود الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجاء قبل أن أختم، شاركوا هذه الحلقة وادعمونا في القناة. شاركوا هذه الحلقة مع كل أصحابكم وأصدقائكم ومحبيكم حتى تعم الفائدة وحتى تنتشر القناة وتعم الفائدة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.